أثناء التصفيات كان حدث خلاف ما بين بعض اللاعبين والمدرب، أثر وقيل أنه سيؤثر وانتظرنا وفي النهاية أثر بالفعل. طيب هذا الخبر راح يأثر. كانوا المشكلتين دول موجودين، وبعدين أثناء المنافسات نفسها التصفيات كمان اختلفوا على المشاكل المالية وطلبوا الاتحاد وقال لك إن احنا مش هنتدرب، وتقريبا 3 أيام ما اتمرنوش لحد ما. طيب اليوم هذه الأزمة الأزمة اللي فاتت أثرت بشكل كبير جدا على المنتخب النيجيري، بدليل إنه لم يتأهل لنهايات كأس العالم. طيب. وخرج من التصفيات. دي نفس المؤشرات، وبالتالي أعتقد أنها قد تؤدي إلى نفس النتائج، لأنه نفس الخطوات حدثت. إن شاء الله نتمنى أنها تؤدي إلى نفس النتائج وينفرط عقد المنتخب النيجيري ويفوز المنتخب الجزائري. يعني المشكلة الإضافية منطقيا تؤثر سلبي على المنتخب الجزائري ويكون أمر إيجابي في مسألة ذهنية لمنتخب الجزائر. كمان ما تنساش مشكلة لقمان مع أوسيمين دي، يعني ضربت كمان مشكلة كبيرة في الفريق، مش عارفين يعالجوها ازاي. نعم. لكن شيري انا مع فتحي، اخاف انه يكونوا يسوقوا ازمه مفتعله. اوكي. لانه الان تكلم صابر ومن حق، وهذه الامور شاهدناها في المغرب لما جاء منتخب نيجيريا الى الملحق الافريقي. اوكي. لا احد كان يتصور منتخب نيجيريا. بس اشرح لي مفتعله يعني. مفتعل بمعنى انه ونحن نشاهد هذا النقاش وهذا الشجار يعني على الهواء مباشره بين اوسيمين ولقمان. يحدث في كثير من المباريات، يحدث كثير في المنتخبات. هذا مفتعل كمان؟ لا هذا الصدام لسه من اسابيع قليله، لكن يتم احتوائه. ولسه من انا بقول لا استدل على هذا بهذا الامر ان منتخب نيجيريا اوكي جاي من تصفيات او من الملحق الافريقي متصدع. اوكي. انتم احنا اليوم نتكلموا عليه كاقوى منتخب في البطوله. يعني كيف عدى هذه الازمه التي كانت مستشريه خلال الملحق الافريقي ورجع قويا بهذا الشكل، يفوز ب4 مباريات، يسجل 12 هدف، ويعطي الانطباع على انه اقوى منتخب واكثر منتخب يمكن نتصدر. بس انت وضعت افتعال للمشكله. لكن صابر قال لا، ان دائما تكون هذه هي السياسه وعقليه اللاعبين النجوم في النيجيري. لا، الاتحاد النيجيري كمان نفسه اللي كانت يعني سمعته مهدده في الفتره الماضيه بسبب انه ما بيصرفش المبالغ، هيفتعل ازمه لنفسه ويخلي شكله اكثر سوءا امام الراي العام الافريقي قبل الراي العام النيجيري، ويقول ان هم في انا ما يضر افتعال ولا حقيقه صابر. افتعال او حقيقه ما يلزمش هذا ياثر على الفريق الجزائري. الفريق الجزائري ما يهموش في هذه يمشي في تركيز وكأن الفريق النيجيري في احسن حالاته. لانه يحبوا يسوقوها حقيقه او غير حقيقه. هذا لا يهم. ونتصور الفريق الجزائري معناها بالذكاء نتاع المسؤولين نتاعو، بذكاء مدربه، بقوه لاعبيه، يتجاوز اللحظه. لا يمكن ان ينجر هذه الامور وراء هذه الحكايات. طيب حسام الدين احمد، اللاعبين النيجيريا